اشكي لي من وجدي وحالي، واقول لي مين النبي غالي. اشكي لي من وجدي وحالي، واقول لي مين النبي غالي. النهارده معانا موهبه جميله، صوت الكروان، الصوت الذهبي. معانا ومعاكم الاستاذ محمد، موهبه في الانشاد والمدح. معانا ومعاكم الاستاذ محمد هيعرفنا بنفسه. تحياتي ليك. اهلا وسهلا بحضرتك. عرفنا بنفسك. محمد عبد الناصر عبد الفتاح، طالب في كليه علوم الرياضه، عندي 19 سنه، وموهبتي الانشاد والقران. طيب حضرتك انت بتنمي الموهبه ولا حاجه محتفظ بيها لنفسك؟ يعني حابب تظهر وحابب تبقى يعني انت الموهبه فيك من سن كام مثلا؟ لا، من وانا صغير جدا يعني. من وانت صغير حابب الانشاد بس انت مايل للانشاد والمدح، مش حابب بقى طريق الاغاني والحاجات دي حاجه جميله عامه يعني. حضرتك قلت لي كمان وصوتك في القران الكريم، حضرتك حافظ القران الكريم ولا بعض؟ لا، بعض. طيب حابب تسمعنا ايه في الانشاد؟ المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. اشكي لي من وجدي وحالي، واقول لي مين النبي غالي. اشكي لي من وجدي وحالي، واقول لي مين النبي غالي. ايه اللي غير احوالي غير الغرام برسول الله. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. يا صاحب القبة الخضراء اللي علينا بالنظر، هز الهلال يا أبا الزهراء، واعطي كل محب مناه. المسك فاح، المسك فاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. نشكر الاستاذ محمد، كان في اللقاء معانا، ونتمنى ليك في القريب العاجل ان شاء الله تبقى افضل مداح وافضل منشدين ان شاء الله على الساحه الفتره الجايه. تحياتي ليك.